قدامه مساحه كبيره ممكن يزيد فيها، يسيبها لابو تريكه. ابو تريكه عايز يلعب كره بينيه، وادي الكره توصل لحسام عاشور، يقدر يحط الهدف الاول لمصلحه النادي الاهلي. كره عن طريق الخطا بتوصل لحسام عاشور اللي بيظهر في هذا اللقاء الصعب. حسني ابتدى يتقدم، حسني ويسقط على منطقه ال 18. ادي تمريره ومحاوله لاختلاق، وادي التسديده قويه. واحد من نجومنا ونجوم الكره المصريه، حسني على التنفيذ وحائط بشري من لاعبي النادي الاهلي. تتنفذ على طول الكره، حلوه ومره ثانيه التسديده، ولكن فين كره ارتداد وفي ارتباك. حمص يلعب كره ثرو باص ومصطفى كريم يقدر، والهدف الاول لمصلحه النادي الاسماعيلي، ولكن في رايه وصفاره وتسلل الملغى بيتعاد مره واثنين. عبد الله شحات تسديده حلوه، يا ولد يا عبد الله، واحده والثانيه مفيش اجمل من كده. مرر لحمص اداء، وادي كره في منتهى الخطوره لمصطفى كريم والعرضيه، ولكن النادي الاسماعيلي دليل على الضغط. ادي كره في منتهى الخطوره، وادي العرضيه، هدف لمصلحه النادي الاسماعيلي في الدقيقه الاولى من الوقت الى شباك النادي الاهلي لتتعادل النتيجه هنا في استاد الاسماعيليه، ويصبح التعادل الايجابي هو سيد الموقف في الدقيقه الاولى. وادي كره مره ثانيه وانطلاقه لعمر جمال. مفيش تركيز مثلا، مش عارف في ايه. المفروض ان احنا بنلعب نادي اسماعيلي، المفروض نبقى ندي ليهم وهم نفس القصه. طبعا احنا زي ما قلت لك بنلعب نادي الاسماعيلي، وفي نفس الوقت احنا دلوقتي تركيزنا كله في نادي الاسماعيلي وكل همنا ان احنا ناخد 3 بونت. لكن انا مش عارف في ايه. يمكن نادي الاسماعيلي الشوط الاولاني مستحوذ على الكوره اكتر. لازم احنا المفروض كنا نستغل الجول اللي احنا جبناه، ما استغلناهوش، رجعنا ورا. بالتالي النادي الاسماعيلي سيطر على المباراه تاني، ويمكن ضيعوا اكتر من كوره. ومانويل جوزيه بيتعامل باحترافيه كبيره، اراء كبيره بتؤيد من الجانبين، من جانب النادي الاسماعيلي ومن جانب النادي الاهلي، كانت بتؤيد تاجيل هذا السيد معوض. سيد حمص للسيد اللي عايز يسدد، وادي التسديده تتنفذ على طول الكره في منتهى الخطوره. دفاع النادي الاهلي والالعاب الهوائيه خلال احداث. سيد بيسقط واحده داخل ال 18 وفي منتهى الخطوره، وابو تريكه بيسقطها المره دي سهله في اتجاه محمد فتحي.